في قصص وحكايات كتير أهالينا زمان كانوا بيحكوا عنها، في منها الحقيقي وفي منها الأساطير. القصص والروايات يا دوبك بس نسمع عنها وخلاص. بس عمرك في حياتك تخيلت إن في قصة عن بنات إبليس؟ ممكن تكون سمعت عنها أو ممكن ما تكونش سمعت عنها أو قريت عنها كتير أو ما قريتش. بس فعلا، هل بنات إبليس حقيقيين ولا مجرد خيالات وخرافات وقصص وأسباب بتتحكي؟ في ناس بتأكد إن فعلا بنات إبليس جن من سلالة الشياطين، ومهمتهم بس إغواء البشر وخصوصا الرجالة. وفي قصص وأساطير تانية بتقول إنهم بيتم وصفهم على إنهم جمال جدا، جاذبيتهم خارقة، يعني بيجذبوا أي حد ناحيتهم بدون أي مجهود. بس الحقيقة إن ورا الجمال ده خطر وشر كبير جدا محدش بيتخيله. ينجذب بس ليهم وخلاص لمجرد إنه شاف حاجة جميلة. لكن فعلا في ناس بيظهروا للرجالة في الأحلام، في الحقيقة كمان عادي يعني. وفي ناس تانية برضه بتقول إنهم ممكن يظهروا في الواقع، يعني عادي يكونوا عايشين معاك وكل حاجة وسطك وكل حاجة أنت عايشها في الحياة عادي، إنهم واحد منك عادي. لكن مش أي حد يقدر يشوف عادي، يعني إيه ماشيين معاك بس أنت مش شايف. لازم يكون عندك استعداد نفسي وروحاني معين. في قصة عن واحد من الناس إنه كان بيحلم كل ليلة ببنت جميلة جدا، لكن في كل مرة كان بيحس بخوف غريب جدا لما يبص في عينيها. وبعد فترة من الزمن بدأ يشوفها، بس مش بس في الحلم، لأ، بيشوفها كتير أوي في أماكن غريبة، يعني ده بيشوفها في الحقيقة في أماكن غريبة. وكل ما يخرج من البيت يحس إنها بتراقبه، لكنه لما بيحاول يكلمها كانت بتختفي في لحظة، معرفش يوصل لها. وفي مرة قرر يروح لشيخ علشان يحكوا له اللي بيحصل له وإيه اللي بيحصل له بالظبط. الشيخ قال له إن ممكن يكون واقع تحت تأثير أحد بنات إبليس، يعني واقع، يعني متأثر بيهم أو بيسمع عنهم حكايات كتير فمتأثر بيهم، وإن الحل الوحيد إن يبعد عنهم ويبعد عن أي حاجة لها دعوة بالعلاقة بالسحر أو بالروحانيات، وما يتكلمش معاها تاني ولا يحاول يشوفها ولا يعمل أي حاجة تاني. وفعلا بعد ما سمع كلام الشيخ وبدأ يقرأ قرآن باستمرار اختفت البنت نهائيا. لكن لسه لحد النهاردة حاسس إنها ممكن ترجع في أي وقت، إنها بتراقبه من بعيد. بس فعلا، هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد خرافة وأوهام وقصص وأساطير بنسمعها؟ بس فعلا في ناس بتأكد إن أسطورة بنات إبليس منتشر منتشرة في ثقافات كتير حول العالم ومن زمان جدا، مش بس عند العرب لكن كمان في أوروبا والهند وحتى أفريقيا. كل الثقافات دي مختلفة عن بعض، بس كتير قوي بيتفقوا على حاجة واحدة، إن فعلا بنات إبليس موجودين، حتى رغم إن كل ثقافة فيهم بتختلف عن التانية في وصفهم وأسماء بنات إبليس. بس بيجتمعوا على حاجة واحدة، إن فعلا بنات إبليس موجودين ما بيننا وعايشين عادي. وفي أساطير تانية كتير بتقول إنهم كائنات ليها قدرة على الظهور ما بيننا، يعني عادي يعني عايشين ما بيننا. ممكن تشوف شخص ماشي جنبك وهو ده فعلا بنات إبليس، بس متجسد في شخصية بني آدم، لكنهم في الحقيقة مخلوقات شريرة جدا. وكلنا تابعنا في مسلسل المداح السنة دي والسنين اللي فاتت. فعلا ممكن يقدروا يتجسدوا في هيئة البني آدم، يخلوك تعمل حاجات أنت عمرك ما تعملها أو متخيل إنك تعملها في يوم من الأيام. ينخدع بجمالهم والكلام اللي هو بيعملوه ده، وبيقدروا يتحكموا في عقول ناس كتير أوي ضعيفة في الإيمان، وبيعرفوا طبعا أسرار عنك وعن حياتك، بس ده كله برضه بضعف منك أنت مش بيهم، لأن لا يعلم الغيب إلا الله. المخيف بجد بقى إن القصة اللي بتحكي عنهم إن في ناس فعلا شافوا بنات إبليس في الواقع وعاشوا معاهم عادي واتكلموا مع بعض عادي. بس الغريب إن في ناس فيهم اختفوا فجأة بعدها في ظروف غامضة، يعني يا دوبك بس إن اتعاملوا شوية
اختفوا لحد الآن محدش عارف هما راحوا فين. ناس كتير بتقولك إن بنات إبليس هما اللي عاملين السحر في العالم كله، وإن لهم علاقة قوية جدا بالسحر، خصوصا السحر الأسود، وإنهم بيظهروا للناس اللي بيحاولوا يدخلوا عالم الجن. وفي ناس فعلا اللي اشتغلوا في الروحانيات بيحكوا عن لقاءات مرعبة معاهم، وإنهم ممكن يكونوا سبب في كوارث بتحصل للناس اللي بتحاول تكتشف آثارها. وشفنا الكلام ده كله في مسلسل المداح الأخير برضه. الكلام ده كله في حقيقة وفي فعلا خرافات بتتحكي، بس في طبعا حاجات حقيقية بتحصل في الدنيا احنا مش عارفين بتحصل ازاي في العالم. سواء كنت مصدق إن فعلا بنات إبليس حقيقيين وعايشين معانا، أو مش مصدق إنهم خرافة أسطورة القصص بتتحكي وخلاص، فمفيش مانع إنك تاخد الحذر من كل حاجة. ناس كتير بيقولوا إنهم بيستهدفوا اللي بيحاول يقرب منهم، يعني اللي عاوز يتجه في كلام السحر والكلام ده كله بيقرأ كتب كتير عنهم، بيحاول يكتشف عالمهم عامل ازاي والكلام ده كله. فحاول إنك تبعد عن الكلام ده كله، وبلاش تجرب في أي حاجة ليها علاقة بالتواصل مع الجن أو العالم. يعني أي كتاب أو أي صفحة معمولة عشان الحاجات دي ابعد عنها، لأن إنك تخش بس مجرد إنك تخش وتغوط في الكلام ده، تسحب نفسك واحدة واحدة وتطير حاجات أنت متعرفش أصلا هي ممكن توديك لفين أو تعمل معاك إيه بعدين. فابعد عن الكلام ده كله، وابعد عن أي مكان مهجور حوالينا. أي مكان مهجور ما تقعدش فيه لوحدك، وبلاش تقعد كتير لوحدك، وبلاش الفضول، لأن معظم الناس الفضول بتاعها بيوديها في داهية. السؤال اللي لسه ملوش إجابة واضحة لحد الآن: هل فعلا بنات إبليس حقيقيين، ولا مجرد خرافة وقصص بتتحكي وروايات وأساطير وخلاص؟ لكن فعلا الناس اللي بتؤمن بوجودهم بيقولوا إن في أدلة وقصص حقيقية عنهم كتير أوي، وإنهم مش مجرد خرافة. بالعكس، هما كائنات خطيرة جدا وبتعيش وسطنا عادي ومش حاسين بيهم. اللي بيحس بالكلام ده كله اللي منغمس في السحر والروحانيات، الكلام اللي ملوش أخلاق ولا دين عند البشر. بينما يعني، وفي ناس تانية البعض الآخر بيعتقد إنها مجرد بس أسطورة من صنع البشر، يعني حكاوي بتنحكي وخلاص، أو قصة ست وستك حكيتها زمان فخلاص بقت أسطورة حية ما بينا لحد الآن عايشة وبنحكيها اللي جاي يحكيها للي بعد. فسواء في النهاية كنت مصدق إن فعلا البنات إبليس حقيقيين أو مش حقيقيين، فالقصص دي هتفضل تثير الرعب والتساؤلات في عقول الناس. ولو كنت في يوم من الأيام حسيت إنك قابلت حد منهم، فالسؤال ليك واضح جدا: هل هتقدر تنجو منهم، ولا هتنخرط وتمشي معاهم عادي زي بقية الناس اللي دخلت في الموضوع ده كانت نهايتها معروفة: الموت بأبشع الطرق؟ وفعلا هل تعتقد إن بنات إبليس قصة حقيقية، ولا مجرد خيال علمي الناس حكته وبقى أسطورة ولحد الآن عايشة حوالين الأسطورة دي وعادي كأنها حقيقية؟ وهل فعلا سمعت قبل كده قصص غريبة ولا إيه؟ لو سمعت